اما النهارده بقى انا جاي اتكلم معاكم عن حاجه اهم بكتير من المستثمر الفقير اللي احنا مش عايزين نبقى زيه. النهارده هنتكلم على المستثمر الغني واللي فلوسه كل يوم بتزيد وبتنمو لانه بيحطها في المكان المناسب. معاكم الاستشاري العقاري مهندس احمد رضوان، رئيس تنفيذي مجموعه شركات ERG. ولما نيجي نتكلم عن المستثمر الغني يبقى لازم نحدد ليه شويه صفات. اولا هو شخص ذكي معاه قيمه معينه من الاموال بيسعى ان هو يستثمرها في انواع استثمار مختلفه، سواء في ذهب او عقار او في اسهم او مشروع تجاري، علشان يحقق افضل عائد وافضل ايرادات ممكنه. والمستثمر الغني والذكي دايما بيتميز بصفات، واهمها ان هو دايما بيسال اهل الاختصاص على المجال اللي هو ناوي يدخل فيه، زي ما ربنا قال اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، بحيث ان هو يوفر على نفسه جهد ووقت وريسك كبير جدا هو يتعلم من اخطاء الاخرين قبل ما يدخل المجال ده. يعني مثلا كده هديكم مثال وبكل بساطه. دلوقتي لو حضرتك او انا عايز استثمر في البورصه، ايه اول حاجه هعملها؟ لازم اشوف خبير يفهم في البورصه كويس قوي، افضل فتره طويله جدا ادرس في البورصه علشان ادخل البورصه بقلب جامد ويكون استثمار امن ناجح، ما يكونش فيه ريسك كبير وانا داخل عمياني. فكذلك الامر البورصه علشان هي امر مش موجود بين كل الناس، هي محتاجه دراسه قويه جدا. على فكره كذلك الامر العقار محتاج دراسه قويه جدا، محتاج تشوف معاك خبير يكون فعلا قوي وامين يوصلك للاختيار المناسب بالنسبه لك، بعيدا عن المعلومات العامه اللي كلنا بنسمعها وناس كتير جدا بتخسر بسببها. ولو انت عملت كده هتقدر تحط فلوسك في مكان مناسب يجيب لك افضل عائد. وكمان من اهم صفات المستثمر الغني ان هو بيحاول ما يكسبش. ما يكسبش ازاي يا باشمهندس؟ امال بيستثمر ليه؟ انت على طول دايما مستعجل كده، هوضح لك. المستثمر الغني دايما بيحاول ما يكسبش اي مكسب وخلاص، ولكن بيحاول يحقق اكبر عائد امن بالمبلغ اللي هو يدفعه. بمعنى انه لو كان قدامه مكتب اداري وشقه وهو بيفكر في الاستثمار، مش هيشتري الشقه ولا المكتب علشان في حاجه منهم قريبه لقلبه، ولكن هو بيقرر بكل منطقيه بعد ما نعمل دراسه جدوى بالارقام ويشوف هيكسب كام وامتى من كل واحد فيهم. والخيار المناسب اكتر والمربح اكتر هو ده اللي هياخد فيه خطوه، حتى لو ده كان عكس كل الناس اللي بتعمله. ونيجي بقى عند صفة مهمة جدا عند أي مستثمر غني، ألا وهو إن هو يكون ليه منتور يقدر يلهمه ويقدر يوجهه ويقول له المعلومات الكافية اللي يقدر ياخد بيها خطوة وهو عارف إن هو يجيله عائد كويس وفي نفس الوقت بأمان عالي. زائد إن الشخص ده بيكون ليه دراية عامة بكل أنواع الاستثمار المختلفة، بحيث ان الموجه ده يرشد المستثمر بشكل مستمر للحاجه الصح، ويقول له ايه افضل حاجه ممكن تحط فيها فلوسك دلوقتي مع تغير الاخبار الاقتصاديه والدوليه. لان في معلومه مهمه جدا، ممكن استثمار ممكن النهارده يبقى كسبان ولكن بكره يبقى خسران، فلازم تنوع استثمارك ولازم تشوف ايه الاخبار الوضع الاقتصادي والسياسي والبيئي والقانوني من كل استثمار ممكن تدخل فيه. وللاسف المستثمر اللي ما عندوش موجه بيخسر فلوس كتير جدا، وده اللي انا بحاول اوفره لكم دايما في كل فيديوهاتنا، ان انا اكون متابع مع حضراتكم كل الاخبار الاقتصاديه والمستجدات اللي بتحصل سواء على الشق السياسي او القانوني او الاقتصادي حول العالم كله. علشان كده لو انت مستثمر ومهتم انك توصل لاعلى عائد موجود في العاصمه الاداريه الجديده بالنسبه للاستثمار العقاري، تواصل معانا دلوقتي على الرقم الموجود قدامك على الشاشه على الواتساب او بالاتصال، وهتلاقي معاك مستشار عقاري محترف يقدر يوضح لك ايه الاستثمار الانسب بالنسبه لك، ودراسه جدوى خبره على ارض الواقع، وكل ده بخدمه مجانيه بنسبه 100%. في انتظار تواصلكم، شكرا لكم.